الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم في القناه ديالي سالي فلوق. مرحبا والف مرحبا، صراحه ديما كترحب بكم. اليوم بغيت نغير لكم الفيديو عاود شويه، عاود نحيدو من الماكله نرجعوا الحويجات ديال العيد ان شاء الله يا ربي. كما عودتكم دائما الجديد. في الفيديوهات ديالي اليوم جبت لكم واحد البيسات شرا هذه. المهم كما كنعاود لكم كنقول لكم خويا راه ولا الشريك ديالي في الفيديوهات في القناه ديالي ولا هو الشريك ديالي. المهم بغيت الفيديو اللي صورنا ديك النهار واحد اللبناني كاين في الطروه، عنده البيسات واعرين كيحمقوا، عبايات الباس ديال الرجال. اليوم ما عرف حيت كنصور بالليل شويه هاد الكرونه شي كيبان بحال شويه ناقص الضوء ديالو واقيلا. ما فهمتش علاش داير لي هاد اللون بحال هكذا. المهم ما تديوش على التصوير اللي دايره، حيت البورطابل واقيلا يمكن ما صورليش ما عطاش اللون حقه. ما شاء الله هذه القندوره ديال الرجال، هذه ديالو شراها لعندو وشرا الوالد. ما بغيتش نجبد لكم كلشي باش تشوفوا، انا جبت لكم حاجه وحده. هادو هما المشتريات اللي خدا. ما شاء الله كيحمقوا والاثمنه جد مناسبه. هذا راه لبناني كاين في الثروه. اللي بغى ما شاء الله ياخذ حويجات ديال هادشي ديال البلدي والعبايات واللبسات ديال الرجال عاود هما بلديا، يمشي للثروه. اللي صحاب فرنسا اللي في الخارج، اما اللي في المغرب ليكم الله. المهم راه كاين حتى حنا عندنا هادشي هنايا. هذه عبايه واعره، هذه فنه. والثمن شنو نقول لكم؟ الثمن يا عرسيه ان شاء الله ضمنيه اللي قال لي الثمن. هذا الثمن هذه شوف دابا كنصوري بيد وحده. شرا هادو في اللوان. المهم انا ما نسانيش، شرا لي وحده ديالي، شرا لي في الموف. هذه ديال المدام ديالو. هذا القرونه حتى هذه قرونه، ولكن شوف اللون كي كيبان. عندها الشال، شتي الشال متعدد الاستعمالات. تقدر ديروه فوق راسك شويه بلا ما تشدو، تقدر ديروه بالفيلي، ديروه بحال شكل تلويه عليك. يعني عندك اختيارات دير كيف ما بغيت. اللي ما كيديروش الزيت تقدر تطيحوه على كتافك وصافي، ماشي مشكل. عرفتي غزال واللوين زويون. انا ديالي خداه لي في الموف، انا والاخت ديالي. هذه الوالده العبايه النوار، هذه 150 درهم. وحقرا العظيم الى غزاله ما شاء الله تتحمق. شوفوا كي دايرين، كي دايره واعره واعره واعره. كنصور بيد وحده هذاك الشيء ما عنديش، ما بقيتش كندير باش المهم ها هي طاحت كاع. يا راه شديري. Bonjour, c'est Myriam encore avec vous qui est revenue. Donc, au lieu de vous la montrer comme ça et qu'il n'y aura pas de charme, je préfère vous la mettre et vous montrer ce qu'on peut faire avec ça parce qu'il y a plusieurs façons de le porter. Donc, vous pouvez le porter comme ça, vous faites ça sur vos épaules, vous savez, un peu classe quoi, comme ça. Voilà. Si vous avez un mariage ou si vous avez juste une fête ou si c'est le Eid, vous la mettez comme ça. Après, il y a d'autres façons, vous pouvez aussi la mettre comme ça. Il y en a beaucoup qui la mettent comme ça. Ils mettent ceci derrière, comme ça. Et ils laissent la beauté. Voilà. Ils la mettent comme ça. Voilà. Et après, tu peux la mettre comme ça. Ou comme dit ma chère belle-sœur, vous mettez une petite broche ici. Et vous la laissez tomber sur vos épaules, comme quelque chose de classe, vous voyez. Sinon, vous avez cette manière-là aussi de la mettre. Un peu comme chez eux. Lubnan, tu diras bzaf ou quoi. Qui le soit bzaf ou quoi. Moi, je les ai vus parce qu'il y avait un mannequin là-bas qui pouvait te montrer. Alors, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez le laisser comme ça, juste un. Ou vous pouvez mettre aussi l'autre. Voilà. Et encore, vous pouvez encore les mettre. C'est votre choix, c'est à votre guise. Je m'accroche. Vous. شكرا شكرا شكرا. هي إن شاء الله أنا ناوية ندير. صافي دابا إن شاء الله. إن شاء الله. Donc, vous avez plusieurs façons de le mettre. Après, c'est à votre guise. C'est ce que vous avez envie par rapport à la journée. Si vous avez envie de le porter comme ça, ou vous avez envie de le porter tout simplement comme ça pour montrer la beauté de la ribaya. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Et puis, comme m'a dit Saliha, donc il y a celle-là. Hein, je vais vous la mettre juste sur moi comme ça pour vous faire une petite idée. Vous voyez, vous pouvez la mettre comme ça, tout simplement. Bien sûr, elle a aussi son châle. Il est là. Donc, admettons, vous l'avez mis. Disons que vous l'avez mis, ça y est, disons qu'on l'a porté, et vous pouvez mettre son châle comme ça, vous voyez. Tout simplement.
Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez marier à votre guise. المهم الا عجبتكم مرت خويا خليوا لي شي تعليق يكون زوين محفز وقولوا لي كيف جاتكم في التعليقات ديالها في الشرح ديالها ديال هاد العبايات. شي شحال فنين واعرين والثمن الثمن زوين. Oui, et puis, même pour mon mari, Khadadi, j'en ai pris un aussi pour Chéré, pour Azizé. J'en ai pris une aussi, comme ça, une gondora, elle est magnifique. Je vais vous montrer parce que... المهم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه للاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. واللي بغى ياخذ لكم شي حاجه راه كاين المحل نعطيكم الادريسه ديالو. شو هذه دابا الكروله بنت زوينه. Que le mettre sur cette derrière on voit pas tellement. Mais là vous la voyez en elle-même tout entière. مريحه وديال الصيف نيت. Et توب. التوب ديالها زوين. Faites-moi confiance. C'est quelque chose de classe. C'est magnifique. المهم الا عجبكم هذا الفيديو قلت لكم بارطاجيوه للاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. ولا المهم وخليو لي شي تعليق يكون زوين وقولوا لي كيف جاوكم هاد البيسات هادو. وان شاء الله انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله. غادي نقدر ندير لكم جوج اجزاء لان شويه غادي يكون طوال شويه الفيديو. المهم ولا غندير لكم فيديو واحد وصافي. يلا شكرا لكم بزاف ومع السلامه وباي باي. انا رجعت لكم عاود ثاني. هذا هو الفيديو اللي صور خويا في الطروه. بغيت نشاركو معكم حتى هو بغى يبين لكم ماشي البيسات ديال هاد العبايات كيحمقوا غزالين ما شاء الله. وتبع الفيديو للاخر والفيديو راه شارح نفسه. شغل دبي هذا شغل دبي هذا برضه شغل دبي لي طاي عندهم ستاندار ولا لا طاي موجود مقاسات كلها كل هذا شغل دبي كل شغل دبي فان اورو هذا فان اورو. بعدين هذا القماشه بتاعته قماشه سليم معروف. هذا التوب بتاعه هذا كنز اورو. هذا في صالح للبيت. هذا التاني كله كل هذا شغل وهذا بالنسبه للعيالات باش يصليو به. عندنا الصلاه كمان عندنا الصلاه زي هذا محمد. هذا مع الخمار بتاعه. وعنده بقى برضه نازل جيل برضه بالخمار هذا بتاعه برضه زي بالخمار. وعندي العادي هذا. بعد من عندي اللي هو الحجابي يسموها الاشياء هذه كلها. بعد من عندي الرجالي بانواعه وثلاثه. حتى عندي للولد الصغير. هذا فيه لي طاي ولا تاينيك؟ كله تاينيك المخجل. يعني حتى اللي غليظ يقدر يلبسه. خلاص بياخد اللي مقاساته محمد. بص هذا موديل هذا كثير حلو كثير هذا اخص. هذا احدث موديل نزل جديد هذا موديل جديد. هذا جديد هذا لسه جديد هذا جديد. الالوان فيه كل الوان فيه الوان كثير. في يعني كم لون فيه. هذا واحد البني في الكحلي في اللي هو الموف في الرمادي. بعد منه في هذا اشياء في الاخضر كمان. موديل كثير حلو كثير هذا الموديل. هاخذ هذا حلو. في هذا بدون الخمار هذا عادي. اما في الخمار بتاعه. والعبايات ما عندكش؟ ما كديرش العبايات؟ شو العباية؟ عبايات نساء يخرجوا بهم. دي عندي عباية بقى هذا نوع. في بتاعت خروج زي هذه بقى بتاعت خروج. بحال هكاك. هذه بتاعت خروج. هذا موديل. في موديل اخر كمان. والبس البنطلون. بص هذا ايجابي ده. صحيح هذا تحفه. هذا موديل ثاني وفي موديل اخر زي هذا سابل زي هذا. هذا مع السهم بتاعه. هذا يعتبر كلمة شوية. هذه كلمة كتير. في برضه موديل كمان يختلف عن هذه. هذه غير هذه. هذا موديل وهذا موديل.
هذا لا بحيت للوالده ما خص ما يكونش الزواق بزاف، لا يكون لا سامبل. للوالده بدك حاجه سامبل. حاجه سامبل سامبل زي هيك. هي بحال هذا واخا هذه كتير حلوة. ما فيش بزاف. هذوك هذه كثير حلوه كثير هذا. شو قلت في حاجه ثانيه زي هذا محمد، زي هذا مع القميص بتاعهم الروب من تحت والجيليه من فوق منها. هذا لبس بتوع الخليج هذا. ديري بحال الرجال. لا شوف الاغلبيه كنشوف في الخليج يلبسوا الرجال. انا صوات حارسا لها وبعدين ليك وخليها تتفرج. لو عجبها شيء عندي مشكله. بعدين شغله اخرى انت يا ربي السمانه الجايه لا نفس هيدا وين؟ يوم الثلاث انا في اشياء جايه لي من الرحله اللي فاتت هذه. انا سافرت من 20 يوم، رحت شحنت اشياء هيدخلوا لي يوم الثلاث ان شاء الله، جاي لان عشان رمضان كل سنه طيب، فمدخل اشياء جديده باذن الله ان شاء الله الرحمن. فهمت علي؟ يعني انت لو جيت الاسبوع الجاي تلاقي عندي اشياء. الى عجبكم هذا لا فيديو ما تنساوليش تعليق يكون زوين ومحفز باش نبقى دائما نجيب لكم الجديد. والاخ ديالي تا هو يبقى دائما يدير لي فيديوهات بصيفط مري. كنشكرو من هاد المنبر، شكرا ليه بزاف والله يحفظو. وما تنساوليش الكلمه الشهيره ديالتي وهي البصمه يا حبايبي. يلا مع السلامه، باي باي.